السلام عليكم بنات، نتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير. مناقصكم تا خير. غبرت عليكم ياك، توحشتوني. شكون باقي عاقل عليا؟ شكون توحش الفيديوهات ديالي؟ المهم ما ديش على روينه المرايه ديال البيرو سفيان، ما علينا. عارفه راسي غبرت عليكم دابا مده تقريبا مده، المهم ماشي بزاف. المهم الهضره بدات كتلف لي. المهم تصبروا معايا، تصبروا عليا ورحبوا بيا. عاود معكم من جديد ان شاء الله. نعاود نرجع اكتيف من جديد ونبقى تبارطاجي معكم الحاجات ديالي وكل شيء. المهم نتوما عارفين كما العاده. اغلبيه منكم اللي باقيين عاقلين عليا واللي باقيين اكتيف يعني عارفين السبب علاش غبرت انا هاد المده هادي. يعني اللي متبعني ديجا متبعني في تيك توك وفي انستغرام، يعني تما كنت غبرت ومن بعد شاركت معكم السبب الغبر ديالي. والسبب كالتالي، الله يخليكم معايا تتمنى لكم. هذا كيف ما كتشوفوا هنا عندي في اصلا في فاطمه الزهراء وسفيان. هنا التاريخ، من التاريخ ديال الملاك ديالي انا وسفيان. وهاد البواط هادي عندي عزيزه على داك الشيء. واخا كتشوفها من هنايا حيت هادي كان جابها لي سفيان، كان جاب لي فيها الورد وقوت انا ما فيها ذكريات مزيونه وكذا. احتفظ بالبواطه حيت بواطه زوينه. واخا الناس كتشوف راه تقريبا 2023 حتفظتها لي سوفونير، شي حاجه اللي عندنا هو نعملوها هنايا تبارك الله يعني كبيره وكذا. وملي كانت عندي واحد المفاجاه باش نعطيها لسفيان، عطيتها له في هاد البواطه هادي. دابا نتوما عرفتوا على السبب ديال هاد البواطه هادي بالضبط، ونوريكم شنو في البواطه. تا هذا هو السبب انا علاش غبرت عليكم. كما كتشوفوا يعني ديجا جربت الاولاني كان خايده، كان كي واحد الشيك داز واحد دو جور، وعاودت الثاني وكان نيشان. ايوا من بعد فكرت هيدا، قلت عن ناخذ شي كادو، شي حاجه هكذا تكون واخا غير بسيطه بالحق باش نفرح بها سفيان. شي حاجه تكون واو، ماشي واو ما بالنسبه لي انا شي حاجه واو. المهم غير بالزربه كرفي واحد ستريس واحد. المهم اللي ما شافش الفيديو انا كنت حطيته ديجا عندي في انستغرام وفي تيك توك، تقدروا تدخلوا تما وتشوفوا حيت ديك الفيديو هذاك يعني ملي انا سيرت الاخبار وكذا. ديك النهار نيت خرجت باش ناخذ شي حاجه هيدا باش نعطيها البوطه باش نعطيها له شي خويا. ما نقدرش باش ما نعطيلوش غير هادو. ايوا المهم ستريس وكذا. وفي نفس النهار ما صبرتش انا حتى لغدا باش نوجد على خاطري ونعمل شي مفاجاه اللي تكون واو. مي الحمد لله دازت داكشي غير حلو خفيف ظريف مي مزيان. خديت هذا شنو هذا؟ سحابي توسخ مي التيكي هذا. خديت هذا حيت هادو اللي جبرت انا د الخلوق. المهم انا كنت مزروبه وما خصني شي عقبيه وهادي. المهم خديت هاد اللعيبه هذا اللي كنت جبرت صراحه مزيون. وخديت انا نوريكم حيتاش كان خداه لي ناسين كان كيلعب به، وانا نجيب باش نوريكم شنو الحاجه الثانيه اللي كنت ديت. وخديت اللوته هذا واحد الناس هاي صراحه مزيون كتعمل هكذا كتي. صراحه هادو اللي خديت كنت باغيه زعما نشري شي حاجه هكذا اللي تكون مزيونه، مي في الاخر خديت غير هادو. ما لقيتش شي حاجه اللي عجبتني وعاد خصني مزروبه وستريس وهادي. نتوما عارفين. ايوا المهم كان صراحه كانت احسن مفاجاه. وهذا هو السبب اللي غبرت انا، اللي كنت غبرت صراحه ماشي غبرت زعما حيتاش مفاجاه اللحام ولا شي حاجه، ما دايز لي لوحه صعيب 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 بزاف. الله يعطي لكل وحده ما كتمنى، واللي على قلبها وفي بالها وعلى باغيه شي طفل وباغيه شي حاجه اللي في بالها كامل ربي يحققه لك. واللي كتمنى شي حاجه لا نجاح ولا اي حاجه ربي يحققه لك يا ربي. وانا صراحه الله داز عليها وحام صعيب الغربه. جاني لوحه صعيب لواحد الدرجه. انا ديجا يعني كنت
كما الناس اللي كيعرفوني من قبل، يعني كنت ديجا كنت حملت وكان وقع لي ايجاد. وفي الحمله الاولانيه كانت تقريبا عندي عادي، مي هادي جاتني صعيبه بزاف صراحه. ماشي من ناحيه زعما الماكله ولا زعما نتشهى ولا شي حاجه، مش المشكل ديالي هو غير العيا، الماكله ما كناكلش. دابا راه مده تقريبا ملي زعما عرفت راسي حامله وملي بديت كنحس بك كما كتعرفوا، ما بقيت لا كنقدر ناكل لا اللحم ولا الدجاج، واخا غير الريحه ديالو غير نشوف فيه ما كنقدرش صراحه. الله ما رجعت بحال نقولك عاشبه ما بقيتش كنقدر لا ناكل لا اللحم لا الدجاج. واحد انا كنت كناكلو عادي قبل، مي هاد اللحم هذا صراحه جاني صعيب بزاف. العيا بزاف، ما بقات لي لا طاقه لا حتى شي حاجه. الحمد لله زعما ملي عرفت راسي حامله ضروري خصني نمشي. مشيت خديت رونديفو هنايا على حساب لي زاناليز باش نعرف سور. خديتو عملت تحليله ديال الدم، ساعه صدقت كاين الحمل، حيتاش واخا كيبقى داك الشك. المهم كاين الحمل. خديت رونديفو عند الطبيبه ديالي اللي ديجا انا متبعه معاه من زعما من الاول. شبات عندها الرونديفو الحمد لله. يعني واخا انا في فرنسا الحال شويه صعيب باش تجبر الرونديفو. صراحه هي اصلا متبعه معايا من الاول في ديك الاجهاد اللي كان وقع لي ديك فوسكوش وديك الشيء. يعني كانت عارفه الحاله ديالي، وملي عيطنا لا باش نجبروا الرونديفو ديك الشيء دغيا يعني في مده سيمانه. يعني كان عندي مشيت دوزت هذه الحمد لله كلشي عندي مزيان. كان عندي مشكل ديال القاي وهذه الحمد لله خرجت لي الدواء عاوني شويه. المهم نتوما كتعرفوا التحاليل عندي هاد الدوسي هذا الدوسي ديالها هي عطاتني اللي كانت عطاتو لي. ومهم يعني عندي فيه ديك التحاليل واي حاجه كنمشي لعندها وندوز كنعملهم هنايا. صراحه كيبقى لي مجموع، و يعني تقريبا كل فما كنمشي عندها كتخرج لي شي تحليله. عاد مؤخرا عملت اخر تحليله حيت عندي الرونديفو عاوتاني في الاخر ديال هذا الشهر هذا ان شاء الله، ماشي في الاخر نهار 24 في الشهر هذا ان شاء الله. المهم بقى والو، عملت تحليله وداك الشيء. هنا عاوتاني عندهم واحد السيستم مزيان، يعني حتى التحاليل اللي كنعمل ويعني كنمشي لابوغاتوار نعمل تحاليل قبل ما يوصلوني انا كيوصلون الطبيبه ديالي، يعني دغيا كتوصل بهم. حيت انا في اول مره مشيت جبت زعما البرا ديال التحاليل ديالي وداك الشيء اللي كنت عدلت، جيت نعطي لها قالت لي راه توصلت وكلشي راه كيصيفطوا لي. يعني صافي من بعد عرفت بلي اي حاجه زعما كنعدلها في لابوغاتوار وداك الشيء كيصيفطوا. انا ما كنتش عارفه. المهم يعني تنتوما الا ما كنتش عارفين، يعني انا ما عرفتش واش تقريبا كلشي ولا بعض، مي انا كنظن يعني كلشي. يعني اي تحليله واي شي حاجه اودونس يعني الطبيبه كتعطيك تعمل هذه، يعني كيكون فيها المعلومات ديالها. لابوغاتوار كيصيفطوا ديريكت من عند الطبيبه. المهم الحمد لله عندي كلشي مزيان. عندي غير نقص في الخزان ديال الحديد. خرجت لي الدواء خديته دابا تقريبا شي شهرين ومن بعد وقفت حيت ما صراحه ما جاش معايا، غير كيزيد مرضني وهذه. وحتى اختو الراجل ديالي كانت ديجا كنبقى لها هيدا في الحمله ديالها، يعني كان عندها النقص وداكشي. قالت لي انا ما كنتش كناخذ الدواء، يعني من الاحسن تعاون بالخضار والعدس، ويعني اي حاجه اللي كتعطيك على حساب الخزان ديال الحديد. الحمد لله دابا شويه بشويه، حيت حتى هي قالت لي يعني السبب ديال النقص اللي عندك ديال الحديد هو اللي خلاك مرخيه، خلاك ما عندك خطره، يعني كيحيد لك الطاقه بزاف. والحمد لله دابا الحمد لله انا شويه بشويه كنرجع صحتي. دابا ما بقيتش بحال في الاول، بقى شويه يعني الا غبرت عليكم عرفوا يعني راه شويه هاد الحمل جاني صعيب. المهم الحمد لله نتمنى من الله كلشي يدوز بخير وعلى خير، ودعوا معايا ربي يفكني على خير ويكمل حملتي على خير وكل شيء. وهذا ما كان. المهم نتوما الا كان عندكم شي سؤال ولا شي حاجه على بخصوص هاد الحمل زعما على الحامل ولا اي حاجه، المهم نتوما عارفيني ما نبخلش عليكم، اي حاجه كنشاركها معاكم. ونحاول نرجع اكتيف بحال اللي كنت معكم في الاول. نحاول ما بقاش نغبر عليكم بحال. المهم نبقى نعمل فيديوهات
حيت انا الصراحه لا كنلقى راحتي ملي كنعمل فيديوهات كنهضر معاكم نتجمع معاكم. يعني نتوما هما ونيساتي في الغربه. صراحه الغربه صعيبه، بخصوص انا في هذه المرحله هذه زعما اللحام وهذه جات صعيبه بزاف، يعني من ناحيه ديال المرض واللحام وديك الشيء، ومن ناحيه اخرى عاوتاني البعد على الوالدين وعلى العائله والبلاد المغرب وهذه. يعني هنايا يعني ما بوحديتك، يعني الا ما نوضتيش وما تحركتيش انت راه ما كاينش اللي. انا قبل في المغرب يعني كنت يعني انا حدا ماما حدا خوتي حتى الا مرات يعني كاينه الوالده ديالك واخا زعما الصراحه ملي كنت انا باقا قبل ما نجي لهنا كنت يعني الدار ديالي بوحديتي وداك الشيء بحق دائما يعني كنت اصلا كنت حدا قريبه من الدار ديال الوالدين ديالي واختي. كنا دائما قرابين وهذه. دابا انا شويه الحال صعيب، الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. شويه ديال ستريس ما عرفتش علاش، شويه قليله شحال ما تجمعت معكم، شحال ما هضرت، شحال من فيديوهات. الحمد لله نرجع معكم ان شاء الله، حيت انا كنرتاح معكم. المهم دابا هادشي اللي انتم عرفتوا علاش غبرت عليكم، والحمد لله من بعد نبقى اي حاجه نشاركها معكم، اي حاجه على حسب لا على الحمله ديالي وعلى حسب شنو غنوجد الحماله وشنو غنوجد للبيبي وان شاء الله تكونوا نتوما عارفين يعني شنو غيكون عندي ان شاء الله البيبي، شنو واش غيكون عندي ولد ولا بنت. انا الصراحه الله كنتمنى زعما غير الصوره مكموله وما عنديش شي مشكل، واللي بغاها ربي مرحبا بها. دابا اصلا ما نقدرش نشري حتى حاجه، ما نقدر نوجد والو، ما نقدر نعدل حتى شي حاجه. كنستنى حتى نعرف الجنس ديال البيبي، حيت انا وسفيان عاملين مع بالنا الا كان زعما عندنا وليد يعني ما غنديرولوش واحد بيت حتى هو بوحديتو. حنا تبارك الله يعني عندنا البيت عندنا واحد البيت يعني زايد، ما الا كان ولد ما نقدروش نفرقوا على خا. يعني من الاحسن نعملوه زعما مع نسيم يعني في البيت واحد، يعني جوج خوت وهذه كيكبروا مع بعضياتهم في بيت واحد وهذه كيكون من الاحسن. ما الا كانت البنت ضروري غنديروا لها بيت بوحديتها، ومهم نتوما عارفين بالتوجيهات ديالو كلشي يعني كلشي كيكون مختلف. كنا ديجا بدينا في الاصلاحات هيدا كنشريو الحاجات للنسيم وهذه، مي كنت حملت وقفنا كلشي، قلت ما نكملوش دابا حيت داكشي كامل اللي شرينا وداكشي كامل اللي عندنا يعني كلشي غيتقلب من جديد، لا من ناحيه ديال الفراش ولا من ناحيه المري ولا شي حاجه. نوقفوا كلشي تنعرفوا شنو عندنا بالضبط، حيت الا كان ولد يعني كلشي خصو يتبدل، حيت الفكره ديالنا نعملوها في بيت واحد. علاه وقفنا كلشي باقي ما كملناش داكشي اللي كنا بدينا وداكشي. المهم ديك الساعه انا نشارك معكم. هي واحد الروينه عندي، خصني نخمل البيت العايل ونعقمو. المهم خصني نخملو مزيان، وقلت دابا بعدا تمشي معايا يمكن الناس اللي متابعيني في انستغرام عارفين عندنا واحد البيبي ديجا، عندنا واحد البيبي جديد اخر. غنخرج انا وياه ونتمشى شويه كناخذ طاقه وديك الشيء، حيت الطبيبه قالت لي من الاحسن تبقى تمشى زعما ماشي واحد المسافه كبيره مي كتمشى. دابا ملي عندي الونيس كنتمشى انا وياه. المهم هذه هي المناسبه اللي ما عندوش التيك توك ديالي ولا انستغرام ديالي غنخليهم لكم هنايا، دخلوا ما تبخلوش عليا، خليو لي ميساجات ديالكم زوينين، خلي لي كومونتير شجعوني كثر، شجعوني باش انا ما نغبرش عليكم. انا صراحه الله كيعجبني الحال ملي كنلقى لي ميساجات ديالكم، ملي كنلقى لي كومونتيرات زوينين، اللي كنلقى الاسئله، اي حاجه كتعاونوني في الغربه ديالي. كما كتعرفوا انا صراحه انا هنا بعيد على العائله ديالي، يعني العائله يعني في المغرب ولا حتى العائله اللي خارج المغرب يعني كل واحد وفاين. يعني ما جيت في واحد بلاصه اللي صراحه ما عندي العائله لا شي حاجه ابا العائله ديال راجلي. واخا صراحه العائله ديال راجلي اللي عمرها سلعه وظرافين وكل شيء، وكنتجمعوا في الويكاند ولا ملي كتجيبها الفرصه ولا شي حاجه، ما كتبقاش بحال العائله ديالك. انا توحشتك العائله نتجمع مغربيه نهضر العربيه تما كتعرفوا يعني العائله ديال راجلي ما كيهضروش العربيه يعني غير فرونسي وهادي، حتى من الطريقه ديال التجمع والضحك وهادي يعني كتكون مختلفه بزاف على المغرب. نتوما كتعرفوا حنا قشبه واسعه وضحك وتجمع على هادي وتضحك هنايا كتضحك بالحق يعني نتوما كتعرفوا واحد ليميت ما كتفوتوش. المهم الحمد لله
حتى العائله راجلي فرحوا صراحه الله. هاد البواطه هادي دازتها العائله ديالي كامله، العائله ديال طرف الزوج ديالي تما عائلتي دازتها اليوم كامله. فما كيكون شي واحد باش نشدوا له الخبر هاك فتح كيقول ما نعرف شنو هذه شي حاجه، حتى واحد ما كان في زعما على بال. ما الحمد لله المهم خليكم معايا، طولت عليكم بزاف. المهم قبلوا عليا، توحشتكم نتوما توحشتوني. المهم دابا كما قلت لكم نخرج ندير واحد نتمشى غير شويه. المهم ما كنفوتش تقريبا ساعه المكانه هذيك، ما كنفوتش هيدا ساعه المكانه، نتمشى غير هيدا اصلا هنايا يعني كالم. وهذا مكان ونرجع باش نبدا الشغل ديالي مع اليوم الجمعه ان شاء الله. نحاول نعمل ما امكن كنسالي الشغل ديالي كامله. وكنظن خصني نبدل الطلامات ديال السدادر حيت توسخوا لي بزاف. نتوما كتعرفوا يعني الدار اللي فيها العواول ما حتىش نقول لك. وكان ما كرهتش حتى ديك زعما الزربيه ديالي خصني نصبنا. عندي ليسباس، عندي التواسع، عندي كل شيء فين يعني نصبن. وهذه حيت نتوما كتعرفوني فرنسا شويه الحال صعيب، مي انا عندي التواسع عندي كل شيء. خصني غير نشوف يعني خصني نخليها واحد 4 ايام ولا 5 ايام تشمش لي مزيان. بحال كنتمنى في هاد 5 ايام اللي ما جا ما تكونلاش حتى شي حاجه باش نصبنوها مزيان. حيت دابا الويكاند سفيا ما خدامش هو كيعاونني، بغيت نعاود نبدل الطلامات وداكشي. خاصني نشوف ونفكر واش غنصبنو في الدار اولا نجمعهم ونعطيهم سفيان. نتوما كتعرف كاينين لي ماشينا لافي برا يعني كبارين كتعمر وهذه كيتصبنوا كيتعصروا وكل شيء. المهم خليكم معايا. ما شنو ما نعمل اليوم، عندي واحد الروينه خصني نبالي بها. مي المهم اجيو معايا، خليكم معايا. صراحه الشميشه دابا خرجت، بقيت نخرج دابا باش نتمشى. ها هو البيبي ديالي اليوم عنده كما 3 شهور 3 موا تبارك الله. هذا الشيء هذا غزال. المهم اللي باغي معلومات عليه وديك الشيء راه عندي كلشي منزل في انستغرام وفي تيك توك. واخا كنخلي صراحه كنخلي سفيان اللي يهضر عليه وكل شيء، حيت هو اللي كيفهم في هذا في النوع الكلاب وكل شيء. انا ان شاء الله دابا الصراحه ان شاء الله دابا بديت كنعرف الانواع وديك الشيء. ما هو يعني كان هادشي يعني تربى معاه من الصغر، هو اللي كيعرف وديك الشيء كيشرح. المهم اي حاجه ولا عندكم شي سؤال، انا حيت هو كيهضر بالفرنسي، الا بغيتي شي سؤال وشي حاجه انا نشرح لكم. ايوا هذا مكان دابا خرجوا نتمشاو. المهم تمشيت الحمد لله، عملت واحد الدويره. ايوا دابا نرجع من الدار. ايوا انا رجعت للدار بصراحه مزيانه. هذه اللي رجعت كنعمل كنتمشى شويه وداك الشيء. وصراحه عندي الدار كامله تقريبا كلشي مجموع. خصني نعمل واحد الشفيفه هيدا باش تبقى لي النسمه مزيونه من الغبابه وداك الشيء. وعندي البيت العايل كما كتشوفوا بلاتي كنوريكم واحد الروينه. نتوما كتعرفوا واخا صراحه هاد الله كنعلموه يجمع وداك الشيء، مي في الاخر لعب وكنا خرجنا وخليت هيدا قلت صافي خليه اصلا خصني نعاود كلشي من جديد وكذا. غنوريكم شوف معايا. شو تبارك الله كلشي من دخلة الباب كامله. هنايا كنت حيت هادو خصني نصبنهم، هاد اللي دغا وداك الشيء انا حيدتهم باش نصبنهم. انا كما قلت لكم حيت حنا كنا ديجا بدينا هذا المريو ديالو. هنا الحوايج هادو مصبنين خصني غير نعوضهم. مع كنا بدينا كنعدلوا شي زعما زربيه وداك الشيء، من بعد ناموسيه هذه ديجا كانت عندنا في بيت اخر منها هنايا، حيت اللي كانت عندنا قبل الا عقلتوا الفيديوهات قبل صغارت عليه وحيدناها وعملنا له هذه كنا عملنا له مؤقته بما نشريو له شي وحده اخرى. ملي دابا ملي انا كيما شرحتكم قبل يعني الحمل وداكشي قلت له وقف كلشي باش ما نعرفوش يعني نشوف هذيك الساعه نشوفوا شنو النوع اللي غيجي وكذا. المهم راكم فاهمين، انا كنت شرحت لكم قبل علاش. المهم يعني وقفنا كلشي من بعد مشيناش وداكشي. دابا انا كما كتشوفوا واخا هادشي هذا كامل كلشي عامر تقريبا، حيت خصني نخوي هادشي كامل نحيد له من الغبار
وكلشي نتوما كتعرفوا يعني ضروري خاص البيت مرة يتحقق من الالعاب وداكشي. بغيت نحيد كلشي وندير واحد الشفيفه مزيان بسبيغاتور هو الاولاني، حيتاش كاينين الا شفتو هنايا ديك هادو ديال الباتا مودلي كان كيلعب بيهم كيخلو محلولين صافي ما كينشفوا راه كتعرفوا يعني هادو ضروري ما خصني نحيد لهم سبيغاتور عاوتاني من بعد ندوز تجفيفه. المهم هانتوما معايا هادو اكتيفيتي كيعملوا في المدرسه وقوت ما الصراحه يعني شي حاجه راه هو اللي كيعدلها وداكشي وكيعجبوني وقلت له نعلقهم لك وتا هو كيعجبو الحال. يعني سهلين في التحيات سهلين في التعديل وداكشي. المهم عملتهم يعني متى من بعد وشوفوا شنو نعدلوا بهم بعد. المهم هانتوما معايا دابا خصني نشوف من غنبدا كنظن نحيد الحوايج هما الاولانيين اللي عيط تتف يتتف وكل شيء. المهم ديك الساعه هانتوما معايا واخيرا ساليت. المهم دوز لي نهار كامل حاولت نعوضو حاولت ما يمكن حيت عنده بزاف د اللعاب كبارين ها اللي تغشالي تحت من هنايا ها اللي تغشالي ليه المهم حاولت ما امكن هنايا عدلتهم. هادو خليتهم هنايا حيتاش حتى كنكون معاه عاد كنعطيهم له سينو عادي راهم كاملين. هاد ديك عامله فهاد البواطه هادي ملي كيبغي يلعبهم كنعطيها له. هذا كيجي بحال هكذا يعني بحال طابليت كيرسم فيه وداكشي عاود ما كتعرف الا خليتي العواول راه يخسرهم. عندهم فيهم بزاف د الحاجات الحروف واي حاجه فيها بستيلو ديالها. هذا كان عندنا معلق ومن بعد ضيعوا عملته هنايا قطعوا زعما. هذا عاوتاني حتى هو يعني خصني ضروري يكون شي واحد معاه عاد باش يقدر يلعب به يعني كما كتشوفوا كنخليهم هيدا في الكرتونه ديالهم باش كيبقاو مجموعين. وهذا كذلك عاود ثقيل كما كتشوفوا يعني بستيلو ديالو داكشي حتى الا خليتها لهم مع الالعاب كامله مع الروينه اللي شفتو كيفاش كانت عندي من قبل ما يحتاجش نقول لكم كيفاش يرجع البيت. يعني من الاحسن كنخليهم هنايا قيلا نعمل لهم هكذا يجي احسن. هذا ديجا كنت عامله هنايا هاد لي ليفغ ديالو ما من بعد كي كلقى هزو. هذا كان جاه واحد كادو من عمو هنايا التليفون ديالو. هذا كيف ما قلت لكم هذا كان جاه كادو حتى هو. هذا من حد السنينات كيعملوا زعما كذكرى جاوب بالو عمو. هذه كان جابتها له عزيزه ملي كانت مشات للبرتغال. وهادو اللي كنعدل هيدا في المدرسه وداكشي. حاولت ما امكن هنايا حيدت هادوك باش نصبنهم عندي باقيين عندي هنايا. المهم باقي عندي الروينه لابادوره سهلت عاوتاني باش نعمل الثانيه هنا في الدريسينغ وسبيغاتور. كنقولوا صافي راه ما عنديش بزاف ساعه ملي كتبدا ما كتسهلش حتى ما شتيتو تصلح حيت كاين سفيان برا في الجرده كيهضر على داكشي. ايوا هذا ما كان ايوا. المهم انا حاولت نسالي ما امكن كلشي الشغل ديالي كامل. نسيبكم عارفني كنسجل وكيستورني ما عندي بنعمل. المهم حاولت اليوم ما امكن ساليت الشغل ديالي كامل واخا بقيت كنعدل بشويه ونرتاح نجلس وهادي. المهم الحمد لله ساليته بساليت بيد العاي كما وريت لكم.
ساليت البيت ديالي بتشفاف، نتاحيت مسحت الغبره، واخا يعني ما كانش عندي شغل، ما نتوما كتعرفوا يعني مرا ملي كتدخل القناه وهذه عندنا تما صراحه الله تصبين داك الحوايج ديالي كامل اللي عندي ديال التصبين كامل صبنتهم ساليت يعني باش نبقى السبت والحد مرتاحه، حتى الواحد الا بغى يخرج ولا شي حاجه. الحوايج سفيان ديال الخدمه حتى هما حاولت نساليهم، ماشي حاولت نساليهم زعما ساليتهم. المهم عييت، المهم هنايا وصلوا حكوا لي وكنت فرحانه الصراحه الله. هذاكم كومونديتهم تيك توك شوب باش تعرفوا شنو فيه، واحد زيت شعر واعره نصحكم بها. المهم الا بغيتوها دخلوا عندي تيك توك باش تشوفوا. صراحه خصني نفتحو واحد زيت شعر كيعاود عليه غزال، وانا الشعر كان طاح لي ديجا، كان طاح لي بزاف وبديت كنعالجو هادي مي مع الحماله بحال زاد كيضعفوا هادي وهادي. المهم نتوما صبروا معايا. بغيت نقول لكم شي حاجه. كما كنت قلت لكم في الاول الفيديو، قلت لكم يعني كانت الطبيبه خرجت لي حيت كان عندي نقطه الحديد وكانت خرجت لي هاد الدواء هذا، والصراحه دابا شي شهرين وانا كنشربو مي قررت نوقفو حيت ما بصراحه يعني ها هي كاع نجي مع في البواطه ما عندي ما نعمل به. بغيتكم تعطوني شي نصائح على حساب ناخذ الحديد، شنو نقدر ناكل. يعني عارفه ديك الحديد يعني كتحتاج العدس وهذه، حاولت كنحاول ناكل، كنحاول نعمل حاجه. واخا الصراحه شي مره كنتشهى شي اكله مغربيه ملي كنعدلها ما صراحه ما كتعجبني شي. واخا صراحه كنعرف نطيب لا سفيان ولا الزدر ديالنا ولا با الله يرحمه كان كلشي كيحماق على الماكله ديالي. مي دابا اش غنقول لكم، الماكله واخا كنطيبها سفيان كتعجبها ما كتعجبنيش. ما عرفتش كانت شي حاجه ديال الماكله المغرب بحال الزعلوك ولا شي حاجه سكسو بحال ما اولا الحاجه حيت كنطيبها انا ما كتصدقش ما كتعجبنيش. ما عرفتش واش حيت كنطيبها انا ما كتعجبنيش. صراحه هذا كيأثر عليا بزاف. كنقول خساره ما حدايا شي ماما ولا خوتي ولا شي حاجه كنت ديك الساعه فهمتي نتفاش نتشهى شي حاجه. يعني كاينه اختي كاينه اختي اخرى كاينه ماما الحمد لله، ما قدر الله ما شاء فعل. قلت لكم هادو هذا حسيت به كيخلي واحد مضاعفات بزاف. يعني كنحس شي براسي مزيان، معده كتحرقني بزاف وكلشي وصافي قررت نوقف مره ما نزيدش نشربو. دابا يومين تقريبا ما شربته وكنحس براسي شويه مع هذا كان كيسخفني وما عرفتش كاين فيه مضاعفات بزاف حتى المعده ديالي وكلشي. قلت نستنى بروشان رونديفو غنقولها للطبيبه ديالي نقولها شنو والله ما نعرف. ايوا هذا ما كان حتى لهنايا غنكون ساليت معكم. وقولوا لي كي جاكم الفيديو ديالي وقولوا لي واش نتوما فرحتوا معايا الخبر ديال الحمل وديك ولا لا. ايوا هذا ما كان. المهم ما تديش عليا حتى الا شفتوني كنعيا ولا كنهضر هيدا. المهم نتوما عارفين راني ماشي لخاطري وغبرت عليكم غبرت مده هذه زعما ما حطيت لكم شي حاجه ولا هضرت معكم هيدا فاسك. المهم نتوما بحال خوتي مع عائلتي وانا عائلتكم. المهم ما تنسوش تخليو لي التعاليق وتشجعوني وما تنسوش ابوني باش تشجعوني اكثر. وان شاء الله فيديو جديد نتلاقاو فيديو جديد وما نغبرش عليكم. وقولوا لي كي جاكم الفيديو. يلا سلامه خليكم.